مساء الخير، معاكم محمود. النهارده هنتكلم على ازاي انت ممكن ترمي للكلب اي حاجه، كوره، اي حاجه، ويروح يجيبها ويجي. عمرك كده لقيت مع الكلب بتاعك لعبه اللي انت ترمي له الكوره وانتهت اللعبه اللي انت بتجري وراه علشان قبل ما يضيع منك؟ معظم الكلاب دايما بتحب تجري ورا حاجه بس ما تحبش تجيبها. طب ازاي هنخليها؟ دي مشكله كلاينتس كتير جدا معايا. هنحلها وهعرفكم الطريقه الصح اللي ازاي يقدر بيها الكلب يروح ويجيب لك الكوره بتاعتك. على قد ما التمرين ده فيه فيزيكال للكلب اللي هو بيجري وبيطلع الطاقه وانت مش لازم تجري معاه كل الكلام ده، في برضه منتال اللي انت بتحدد اللعبه بتاعتك. خلينا نمشي بحاجه اسمها الليدرشيب. الليدرشيب دي معناها اللي انت اللي بتحدد اللعبه تتلعب ازاي، امتى بترمي الكوره، امتى هو بيجيبها، واللعبه بتبتدي امتى، تنتهي امتى، كل حاجه وسطهم. خلينا نروح نجيب سكوبي واجي اوريكم ازاي. معظم الناس لما بتيجي اللعبه دي بترمي الكره لبعيد وبتستنى كلب يجيبها، بس الاول عشان يقدر يتعلمها ويجيبها من بعيد لازم يتعلمها هنا من قريب. دلوقتي عشان نعلمه هيبقى معايا كوره ومعايا كليكر. الكليكر ده الميزه فيه اللي كل حاجه صح هو بيعملها بدوس كليك واديها له، بعرفه اللي هو كده عمل حاجه صح. ومعايا تريتس اللي هي حته فراخ صغيره، انا بعرفه اللي هو انا كده مبسوط منه. اي حاجه الكلب بيحبها ممكن يستخدمها في الموضوع ده. هاجي سكوبي، سكوبي هي وقعت مني، سكوبي لوك جدت. هيمسكها الاول هنا عادي جدا، بعد كده هاجي احط ايدي عليها واقول له دروب ات وادوس كليك واديها له. سكوبي جدت، سكوبي جدت. هيمسكها بعدين هنحط ايدي تاني. سكوبي كم هيل كم هيل عشان تبقى واضحه. جدت جدت. بعد كده اقول له دروب ات ودوس كليك واديها له. جدت. هيمسكها تاني بعدين اقول له دروب ات هيسيبها لي. بعدين هو اول ما يكون اتعلم الموضوع ده سكوبي هرميها له حته صغيره. كم وهيحطها هنا قدامي، هدوس كليك واديها له. هجرب الموضوع ده شويه بحيث اللي هو اول ما يتعلم هنا ابتدي انزله في الشارع ونعملها. تعالوا ننزل بيه الشارع ونشوف هيعمل ايه. دلوقتي انا هنعلم الكلب ازاي يجيب الكوره بره في الشارع، حتى لو في قطط. يعني لو انتوا بصيتوا هنا هو الكلب شايف قطه، بس هو سكوبي ستوب. سكوبي كم، سكوبي كم، حتى لو شايف قطه انا هو سايب السلسله خالص وهيركز معايا. ارمي له الاول في حته قصيره، هجيب الكوره كم مره في مره في مره في مره. الكلب هيتعلم اسرع لدرجه بعد كده انت هتحس ال 15 متر دول مش كفايه، هترميه مش محتاج ان انت تربطه بسلسله. حتى لو في دوشه وحتى لو في اي حاجه في الشارع، في قطط، في اي حاجه، هتلاقيه هو هيركز. طيب هو لو ما جاش بتشد شده صغيره كده اللي هو تاني ايه لحد ما يجي لنا وناخد منه كوره، بس ما نجريش وراه. عشان لو جرينا وراه هيفهم ان هو بعد كده لازم نجري وراه، احنا اللي بنجري وراه، فاحنا مش هنجري وراه، هو اللي لازم يجي لنا. ولو ما جاش احنا بنشد شده صغيره، بنعرف مش عايزين نشد شده جامده، عشان لو انت شديته شده جامده هيفهم بعد كده لو وهو بيجري ورا الكوره بيعمل حاجه غلط، فتريح له الليش خالص. احنا ممكن نفك شويه. Get it. Good boy, كم. Good boy. وهو جايب الكورة اهو. Get it. ما بجريش ورا الكلب، هو لازم هو اللي بيجيبها. وادي ليش لو هو مثلا ما جابهاش هو بيجيبها لصاحبه اهو، بيحطها قدامه ولسه اول مرة هو يتعلمها. اوكي جيت. Hey, come. Good boy. Good boy.
خلينا نراجع على اول الفيديو بسرعه. هيكون معايا 3 حاجات: التريت، الكليكر، وطبعا هيكون معايا كوره. هبتدي ادي الكلب الكوره واقول له جيت ات، واول اقول له دروب ات بعد كده، واول ما يسيبها بدوس كليك وبدي التريت. بكرر الموضوع ده. لو كلب ما سابش الكوره في الاول بشممه تريت اللي احنا قلنا لحمه او فراخ، واول ما بيسيبها بدوس كليك وفي نفس الوقت بقول دروب ات وبدي تريت وباخده كوره. اول ما يعملها كويس ببتدي ازود المسافه. انا رايي في الاول نزود خطوه خطوتين، بعد كده متر مترين وهكذا. اول ما يبتدي يعملها كويس ممكن انزله الشارع او الجنينه، بس ببتدي من اول تاني برميله في مسافه صغيره، يعني مثلا متر بيروح يجيبها، بعدين مترين 3 4 10 20. اول ما يعملها كويس ممكن نزود ديستراكشن، يعني ممكن ازود مثلا يبقى في قطط زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، ممكن مثلا يبقى في عربيات، قطط، كلاب، اي حاجه يبقى مركز معاك في التمرين اللي انت بتعمله. هيكون كمان حلو جدا لو انت بتعلمه على حاجه معينه وتحطها في التمرين، يعني مثلا زي ست تديله اوردرز، ست داون ستاي، زي ما قلت له ستاي وارمي لي الكوره وهو بيروح يجيبها ويجي. خليني افكركم بحاجه احنا قلناها في اول الفيديو اللي هي ليدرشيب. انت اللي بتحدد اللعبه بتبتدي امتى وامتى بتنتهي واي حاجه بين الجيم دي. ده بالنسبه للتمرين نفسه. طيب بعد كده التمرين ده بياخد قد ايه؟ بياخد ممكن على حسب الكلب، ممكن ياخد اسبوع، ممكن اسبوعين، ممكن 3، ممكن شهر، على حسب عادات السيئة الكلب. ممكن مثلا الكلب ياخد الكوره ويعضعض فيها، ممكن الكلب مثلا ياخد الكوره ويجري زي ما انت عودته كنت بتجري وراه، هكذا. كل كلب على حسب الطبيعه بتاعته. ده بالنسبه للتمرين. اهم حاجه الاستمرار، يعني لازم تعملها كل يوم، ما ينفعش يوم ويوم لا، لازم بالاستمرار لحد واكيد الكلب هيتعلمها مليون في المية. طيب ده كده كلب اتعلم مثلا التمرين ده. حاجة تانية عايز اقولها بالبريد نفسه. في ناس بتقول البريد بتاع هاسكي، في بيتبول، في مثلا روت. كل كلب مثلا بيقولوا لي مش هينفع اعلم الحركة دي الكلب عشان الكلب مثلا ده روت، ده طبيعي. انا لو عايز اقول حاجة معينة، انت الكلب ده تبص له على انه كلب دوج زيه زي اي كلب تاني جدا. ما ينفعش ان انا ابص على الكلب بتاعي كبريد اللي هو نوع معين فالنوع ده مش بيتدرب. عايز اقول لكم حاجه معينه. الهاسكي مثلا لو انت دخلت قريت عليه هتلاقي اللي هو صعب جدا اللي هو يتدرب، ولو دربته مش دايما هيسمع كلامك. كمان مستحيل تسيبه من غير سلسله، بقول كلمه مستحيل. وزي ما انتم شايفين الهاسكي عامل ازاي، وريتكم مش كلب انا بس، لا كلب تاني هاسكي برضو بيروح ويجيب الكرة كويس جدا. عايز اقول لكم مثلا حاجه، يعني مثلا هي بتختلف في المده، يعني حاجه انا علمتها الكلب روت خدت مني اسبوع، حاجه تانية علمتها الكلب تاني هاسكي خدت مني 4 شهور. كل كلب على حسب. فاهم حاجه الاستمرار، وما تحطش في دماغك ده بريد معين فما ينفعش تتعلم حاجه معينه. كل الكلاب هتتعلم، بس اهم حاجه الاستمرار. شكرا.